معنا اليوم سي محمد أولحاج. مرحبا بك سي محمد أولحاج. شكرا خويا امين، وشكرا لطاقم برنامج مجمعنا رجاوي على الاستضافه، ونتمنى ان شاء الله نكونوا ضيف خفاف ان شاء الله عليكم كاملين وعلى المشاهدين. الرئيس اللي كاين دابا سي بوطريقه نتمنوا ليه الخير. خاصك تجي للرجاء والا تحرز على الالقاب. ما بقاش مسموح لك تغلط لان سنتين ما ديتي والو، واخا باقي لاعبين على كاس العرش، ولكن بالنسبه للجمهور بالنسبه له واحد الكلمه امين كيما باش ما نقاطعكش. حتى السنه هذه كان ذاك التغيير اللي ما عاونش السي عزيز البدراوي، راه هو قال لك كنت في الاول انا درت الناس اللي حيت هو كما كنقولوا كيسير الشركات ديالو ولادي. يعني الانسان ملي كيجي لكره القدم يعني كتولي حاجه اخرى، التسيير كيولي حاجه اخرى مختلف. كنقولوا ان كره القدم عندها امور ديالها، عندها قانون ديالها، عندها ناس اللي في الكواليس. راه في الكواليس كيتربحوا مقابلات، خاص يكون عندك هاد جميع الامور ديرهم في البال ديالك. وكما قال السي عزيز البدراوي في عده برامج، قال لك بانني ما كنتش عارف بزاف ديال الحوايج وعرفتهم، وفي الاخر ديال قال لك كون بديت من دابا عرفت بزاف ديال الحوايج، وثق بزاف يعني الناس اللي ما الناس اللي تاق فيهم. وهذا انا ما نعرفش هذاك الحوايج بزاف لان ما كنتش قريب، ولكن تمنياني الخير. ولكن كنقول للفريق هذه السنه هذه الجمهور ما الفريق ما كانش في هذاك المستوى اللي بغى الجمهور. يعني وكان حتى التغيير انا قلت انا كنت ضده باش نكون فريق. لا صحيح 11 لاعب صحيح. لا راه الجمهور كان باغي تغيير، ولكن انا كنقول ملي تتخلي الركائز ديال الفريق لانهم كانوا دايرين نتائج وتزيد عليهم لي زينيمون اللي مزيانين، لاعبين اللي يعطوك اضافه للفريق، يعني هذا تيخليك غادي في داك السير اللي كنتي فيه. هذوك اللاعبين اللي عندهم تجربه ولا الركائز ملي كيتزادوا عليهم هذوك اللاعبين اللي جاوا غيعطيو الاضافه، كتولي الفريق متكامل. تحرز على القاب، الجمهور تيساند. يعني هاد السنه هذه جاوا هذوك اللاعبين ملي كان واحد التغيير ديال 14 لاعب ولا 15 لاعب كانت صعيبه شويه، خصك الوقت. وما يمكنش في كاع الفرقيات العالم ما يمكنش تجيب 10 11 لعابه وتبغي تحرز على الالقاب، راه صعيبه بزاف. ما يمكنش تبدل كاع القطاع الغيار ديالك، كاع اللاعبين المجربين، اللاعبين اللي عندهم الخبره في الرجاء، وتنعتهم بشي نعت اللي خايب بزاف وفي الاخر تصدق ندمان عليهم. هذه التجربه بتاتخل داز دابا من الماضي، ما نبقاوش ندويو. كما قلت لك هو راه نقاطعك اخويا امين، راه قالها هو الرئيس اعترف بها، قال لك بان كان عندي شي اغلاط رغم كانوا عنده ايجابيات، كان جاي باغي يدير تو بزاف ديال الحوايج وفلوس. هذا الشيء راه ما نكروش ليه، انا كما قلت لك، ولكن قدر الله وما شاء فعل. حنا نتمنوا ان شاء الله الخير للفريق الرجاء، لان الرجاء ما كتوقفش، راك عارف. حنا دزنا الحمد لله دزنا من شي بعض الصعوبات، الحمد لله حققت القاب. كدوز من الصعوبات، الجمهور ما كيكونش راضي عليك. انا تنقول حتى اللاعبين اللي كيكون انتقادات ديال الجمهور ياخذ بواحد انتقاد ايجابي في صالحه. الحمد لله كما كنقول لك 9 سنين ولا 8 سنين كنلعب رسمي وفي شي مقابلات ما نقولش لك في كاع المقابلات كنت مزيان، كنت الحمد لله قدمت مقابلات كبيره، وبعد المقابلات اللاعب ما غيكونش مزيان، ولكن لا كتكون انتقادات ناخذها بواحد الايجابيه، نمشي نخدم ونريكيبيري، نقول انا اول حاجه ماشي هو هذاك اللي كنت خاصني نرجع ودغيا ترجع. كاين اللاعب اللي ما تيكونش كيكون عليه داك الضغط كبير، لا بالعكس ياخذها بايجابيه ويرجع. هادشي اللي كيبغي الجمهور، اش كينتقد اللاعب باش يكون مزيان. ولكن الغريب في هذه الاونه الاخيره سي الحاج هو ان ماشي بحال الجينيراسيون ديالكم اللعابه اللي كاينين دابا، لا فاش كيتعرضوا للانتقاد بيان سور حنا كندويو على الانتقاد البناء، ماشي حال بعض الجماهير ولا هذا غير كينتقدوا حيت خصو ينتقد ولا خصو يعير. غير خير مثال ندويو على مذكور باغ اكزومبل. مذكور في الاول تنبأنا ليه بمستقبل كبير، ارياض هو مزيان، فكرنا في الهاشمي في واحد البيريود صح. من بعد بحال هزيتي مذكور حطيتي مذكور اخر، عبد الاله ما بقاش كيعرف يخرج باس، عبد الاله كيشد الجمهور كيبدا يعير فيه، عبد الاله ما مره ما جوج قال باننا ما بقاش قادر نلعب كره. في ماتش الاهلي شفناه كيفاش ما قدرش على الضغط، ونقدروا نقولوا بانه الاصابه ديالو كانت في شكل لانه في الظل ما يخرج، ما يبقاش لاعب غير باش ما يسميوش فيه راجل جات من جهته البيت ولا راه ما سونطراش مزيان ولا لا. شنو اللي كتخل شنو النصيحه ديال اللاعبين اللي كاينين دابا سورتو العقليه تبدلات من واخا ميم با 3 ans ولا 2 ans،
كنشوفوا اللاعبين اللي دابا بحال كيكون ديك الانا ديال انا راه واعر، انا راه ما ينصحونيش، هذاك راه ما كيفهمش احسن مني في كره، انا راه كنلعب كره، انا راه عندي مع كره. اشنو خص يدار حاليا بالنسبه للاعب المغربي باش يبدا يتقبل الانتقادات ومن ما يتاثرش نفسيا بحال المثال ديال مذكور؟ انا نرجع لك المذكور، انا كنت في الصعد مذكور معنا الفريق الاول كان غاريدو وكان باتريس، هذاك باتريس مدير تقني، لا باتريس، وكان المدرب اللي فزنا معاه باتريس كارتيرون. هو هذاك باتريس كارتيرون اللي كنا معاه فريق رجاء البيضاوي، وكان المساعد يوسف سفري والمساعدين ديالو يعني. ومذكور مني صعد تنبأ ليه الكل يكون عندهم مستقبل يعني، حتى في المقابلات الاولى الشيء ولا في السنه الاولى ديالو ولا السنه الثانيه كنشوف بان مذكور كان عنده العطاء كبير يعني. ومن بعد اللاعب، اي لاعب كيتراجع المستوى ديالو، ولكن كنشوف بان مذكور خدا هذوك الانتقادات بواحد المخدوش ايجابيات يعني، بحال لاعب تضغط. انا تمنيت ولو يرجع، لان حتى الجمهور ساندو في شي مقابلات فرجع مؤخرا، بغا بان مذكور يرجع لذاك المستوى ديالو. نتمنى ليه انا يرجع يعني. اي لاعب كيدوز من مرحله فراغ هي ما خصهاش طول يعني، شفناه هو ما يعني تا الفريق ملي كيكون يعني ما تكونش نتائج، تا اللاعب ملي كيدخل في واحد الدوامه، تنقول خصك تعرف كيفاش تخرج منها، تعرف كيفاش تخرج منها. نحاول نشتغل، نحاول نرجع للمستوى ديالي، نقول بان هذاك الجمهور تينتقدني باغيني باش نكون مزيان، انا خاصني نشتغل خارج الملعب، ونتمنى يرجع للمستوى ديالو. احيانا ما كتشوفش اول حاجه بانه خص الواحد يبدل الجو باش يعاود يرجع قوي. تقدر اللاعب شاف بان انا ما بقيتش قاد نعطي في هذاك الفريق، ماشي كنهضر على المذكور اون جينيرال في اي لاعب الا كيطيح في واحد الضغوطات كبيره كيبقى يشوف بانه ما بقاش قادر يعطي لهذاك الفريق، خاصه الفرق الكبيره لانك عارف عندها ضغط جماهيري، يحاول يخرج ما عرفتش يرجع للمستوى ديالو، تكون افاق اخرى، يكون احتراف. نتمنوا ليه الخير لاي لاعب، ولكن هذا الشيء اللي خصو يكون. تنقول لك بان اللاعب اللي شاف راسو خصو هو يحاول مع راسو يتشاور مع ناس اللي قراب ليه، يتشاور مع ناس اللي غادي يفيدوه. واش نقول لك، الله يسهل على الجميع، خير في المخسر والله كما كنقول. نرجع معك اول حاجه للتجربه اللي ما يمكنش اي مغربي ينساها، كاس العالم للانديه في المغرب. كانوا مشاكل كبيره في الرجاء في ديك الوقيته، ذهب محمد فاخر في اخر اللحظات، الكل كان كيشكك بان الرجاء ما يقدرش يربح حتى اوكلاند سيتي، الهدف الرائع ديالك ضد اوكلاند سيتي في الدقائق الاخيره. كيفاش دخلتوا لذاك الحلم اللي اصبح حقيقه؟ والحمد لله كما شتي هذاك كاس العالم ما كناش كما قلتي الفريق الرجاء البيضاوي كنا كنشرفوا المغرب. اول حاجه الحمد لله الدخول القصر الملكي جلاله الملك محمد السادس نصره الله، يعني كان واحد الاستقبال لاي واحد تيبغي يتشرف به. الحمد لله حرزنا على القاب. هي هذيك الملحمه كما كنقولوا اللي كانت ديال كاس العالم. كنشكر الجماهير المغربيه لانه الجماهير اللي كانت خارج المغرب، الجاليه المغربيه كل ساندنا، كل شيء كان ساندنا. انا كنقول كل شيء ولا الحمد لله مع فريق الرجاء كما كنقولوا ولينا منتخب مغربي يعني. الحمد لله كانوا هذيك من تما كما كنقولوا هذاك الحلم ولا حقيقه كما قلتي. دخلنا اي لاعب تسولو الا غتسولو غيقول لك بان احنا كنا داخلين غادي نلعبوا المقابله الاولى. احنا اي حاجه راك عارف كره القدم هذه الحمد لله لا لعبنا المقابله الاولى قلنا غادي ندخلوا غادي تلعب كما راك عارف راه لاعب كاس العالم للانديه خصك تشرف المغرب خاصه في منظم في المغرب. الحمد لله مني انتصرنا في المقابله الاولى اللاعبين بدات تزادوا من داك الشعور كما تعرف الحماس كانت الرغبه الجماهير المغربيه كامله مساندانا. الحمد لله العائلات ديالنا بدات كتزاد هذيك الرغبه. في المقابله الثانيه كان عندنا مقابله اللي هي درنا مقابله كبيره لا عقلتي في اكادير مونتيري لان مونتيري فريق قوي داك كان قوي الفريق المكسيكي يعني فريق انا كنقول هو اللي كان الفريق القوي في هذيك الكاس العالم اللي وجدنا معاه صعوبه اكثر من الفريق ديال مينيرو. يعني الفريق المكسيكي تعرف الكره اللاتينيه يعني. والحمد لله لعبنا 120 دقيقه كما كتعرف. كانوا اللاعبين في المستوى الكبير الجميع اللاعبين الحمد لله الطاقم الطبي طاقم تقني جماهير كانت في المستوى لاعبين اللي لعبوا الحمد لله جميع اللاعبين اللي لعبوا ولا اللي ما لعبوش. خدمنا الحمد لله مقابلات كبيره في هذيك كاس العالم والحمد لله
الجميع ساندنا تنشكروه من هذا المنبر. سالينا مع مونتيري لعبنا ضد مينيرو، باش كتدخل انت في النفق ديال الملعب كتشوف رونالدينيو بالقرب ديالك، كيفاش كتحس؟ كيفاش حسيتو كلاعبين؟ اشنو قلتوا؟ واش قلتوا مع راسكم؟ كنعرفوا عقليه بعض المرات عقليه اللاعب المغربي ماشي كينقص من راسو، ولكن ديما كيقول راه هذا احسن مني. باغ اكزومبل شحال من مره بزاف الامثله، واش ما شفتوش مع رونالدينيو قلتوا هذا راه اخر ماتش لينا في هذه البطوله؟ وكتعرف بعدا نقول لك انا رونالدينيو لاعب كبير، لاعب اللي احسن لاعبين في العالم، كرة الذهبيه، كاين شي لاعب المسار ديالو تتحدث عليه، اي واحد تيتمنى اللي يكون شرف ليه يلعب ضد رونالدينيو ولا مينيرو اللي كانوا عندنا لاعبين كبار يعني في المنتخب البرازيلي ماشي بالسهل. وانا كنشكر اللاعبين اللي كانت عندهم مجهودات كبيره في المقابله. الشيء رغم كان كنا متقدمين من بعد تعادلنا ومن بعد فزنا ب3 الاصابات الواحد، يعني ماشي من السهل. الفريق كان متكامل، ما نساوش الدور تاع سي محمد فاخر اللي كان قبل من هو اللي دار خدمه كبيره، ما نساوش، لان كانت العمل ديالو راه دزنا منها واحد السنتين، فزنا بكاس العرش وكنا دايرين فينال ديال كاس العرش عاوتاني، فينال ديال كاس العرش اخر، وكنا البطوله اللي فزنا بها. يعني كان واحد المسار اللي هو كبير. ومع ملي غندخلوا البطوله كما قلت لك العمل ديال محمد فاخر والطاقم ديالو، ولا هلال، لا عبد الصادق، لا مصطفى الشاذلي، والطاقم الطبي والمسيرين والناس اللي كانوا، ما نساوش البوصيري الله يرحمه هو اللي كان عنده دور كبير. يعني تنقول لك الكل ساهم في هادشي، هو اللي خلانا نوصلوا لهذاك المبتغى اللي بغينا. من بعد ننتصروا على مين رجيتك، لان نكمل لك انا هادشي كيخليك ترجع للناس. انا نقول لك الناس اللي كيكونوا ساعدوك واللي كانوا داروا دور كبير خصك تجبدهم، كما كنقولوا جنود الخفاء. من بعد انتصرنا الحمد لله. كانت هذيك انتصار اللي خلانا نمشيو للنهائي، اللي انا عرفت النهائي اللي جبت لك هذيك الساعه الباير الباير ديال غوارديولا. اول حاجه اللي تكلمنا عليه واش ربحتوا مينيرو سالا الماتش، واش جلستوا في الفيستير وقلتوا تفكرتوا الماتش ديال اوكلاند سيتي؟ وسالينا بعدا قلنا الحمد لله كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى والجماهير والناس اللي ساندونا تنشكروهم. بدا الحلم ديال النهائي راك عارف احنا قلنا ماشي متخوفين ولا. انا الحمد لله انا كندخل المقابله كنلعب كمقابله بحال المقابله هي كتلعب ضد لي فورق كبيره، كتكون عاوتاني كيكون كونسونطراسيون اخرى، كيكون والوقت قريب كبار والوقت قراب، كل 3 ايام كنلعب. الحمد لله اللاعبين كانوا مركزين. دخلنا كان الباير باش نقولوا كان عندها فريق اللي هو فريق كبير، اهداف كانوا بصراحه لاعبين اللي كبار، تنقول لك لاعبين كبار. وديك السنه هذه كانت الباير فاز ب7 الالقاب، 7 الالقاب كانت فاز فيه مع غوارديولا. يعني لاعبين اللي بصراحه كلهم كيلعبوا في المنتخبات ديالهم مستوى كبير. كنقولوا قدمنا مقابله كبيره. كل ما تسجلوش الاهداف اول الدقائق كان غتكون مقابله اخرى، ولا ربما كون سجل متولي ديك الكره اللي كانت فوق لابار. هما راه كتقول فريق الباير لا جيت على الاوراق راه فريق الباير مع فريق الرجاء انتصار الباير. اي واحد تيقول بانها تكون، ولكن الحمد لله كمقابله دخلنا بقناش كنفكروا راه باير يعني غتلعب مقابله عاديه 11 ضد 11 دخل حضور الملك البلاد، النتيجه غدير مقابله كبيره وحضور ديال الجماهير المغربيه وفي المغرب والملك البلاد الحمد لله اللي جا ساندنا. يعني دخلنا الحمد لله كان انتصار الباير. درنا مشوار كبير الحمد لله. كنا واصف البطل ماشي سهل مع فروق كبيره، وكيبقى في التاريخ.